حسين بلش يحوم على لارا اللبنانية، بده يرجع لها، قاعد يحوم انا ولارا ونعلن انه رجعنا، قاعد يحوم. حسين لما ترفضوا بنت يصير يعيب عليها. مثلا زكية كان بده يكون معاه ميت عليها، بس زكية بترفض ودايما بتعطيه، يعني تعطيه اخو جوابه وبصير يبين انه اصلا انت من عبرك. لا حبيبي انت عبرتها، اكثر وحده عبرتها. حتى لارا لما صار معاها وخلاص وانفصلت عنه صار يقول ما عجبتني انا، بس فرضوها علي دعاء وخلود. الحين قاعد يحوم عليها. وميمة قاعده في الجالفه نيكولاس. يا اخي نيكولا لو قالها نط من السطح تنط، المهم نيكولا يرضى عليها. هلا راح اجيلكم على موضوع فارس. الفارس اللي هو اسم على مسمى، انتو كبسوا انا بحكي. فارس اول ما دخل، هلا عرفت انه ما كان لازم، ما كان بده يسلم على مراد، مش موضوع شخصي او بده يتجاهل مراد، لا. اول ما دخل وبلشوا يسلموا عليه نط شبيه بالرجال ابو تنوره، قاعد يقول له فارسه فارسه فارسه. والمعاقل مومياء راحت على طول حكت له. حتى لارا اول ما شافت فارس، لارا اللبنانيه، اطلعت ناحيه نيكولا. انتوا روحوا شوفوا اللقطه. طلعت ناحيه الباب تبع اللي بتدخل من الحديقه وضحكت. اوريدي عارفينه جاي ومستعدين له وناويين يعملوا له هيك ويبهدلوه. فلما صار يقول عليه نيكولا فارسه فارسه، هذيك الساعه فارس جواته ترى استفز، بس ما حب يبين، فصار مش مركز. هو ما بده يتجاهل مراد، لا، بس لما انقال له الموضوع خلاص بده يوصل لنيكولا ويصفعه، يعني ياخذ حقه، فما صار مركز في اللي موجودين. فعشان هيك كان حيتجاهل مراد فهم، ترى عارف، فهم انه فارس خلاص بده يروح ويضرب نيكولا. مسكه بقوه قال له تعال تعال تعال، انت ما سلمت علي، ما سلم، بس عشان ما يخليه يروح يضرب نيكولا، لانه كان باين. حتى زكيه، حتى ايمن، حتى فؤاد، لارا السوريه حاولوا يهدوه. خلاص طنش، لسه الايام جايه تنتقم وكذا، بس هو خلاص مش قادر يتحمل. رجع الحقير نيكولا، رجع مرة تانية قاعد يقولوا شو تعمل لايفات، عندك علاقة مع علاقة. لما نحكي على موضوع السلام لأميمة ولندى، يا أخي ما أنا مش فاهمة ندى ليش عملت هذاك الدور، وأميمة قاعدة تتفلسف كمان على الموضوع. أميمة حتبيع ولد بلدها وتبيع أبوها وتبيع أمها كرمال نيكولا. يعني أميمة لا تتحججي لا بفارس ولا بسلام فارس، انت تبيعي اللي خلفوكي عشان نيكولا يا المدلولة، بس عشان نيكولا. اما ندى لا تعملي هذاك الموقف والرياكشن وتعملي فيها. انت بتشوفي الولد بيقولوا له فارسة، ومبين انه اذا احنا مشاهدين ومتفرجين وبعيدين على الحدث، مبين الرياكشن تبعه الولد خلاص صار مرفوع، ما صار مركز، ما صار يشوف حدا قدامه، وبده يوصل لنيكولا بأي طريقة لحتى ياخد حقه. وانتي عوض ما تقدري هذا الموقف قاعدين يقولوا سلم على فلانة، سلم ويا السلام تاخد فيه أجر، على أساس هو رح يفضى نفسيا ويركز ويروح يسلم. الحمد لله ما خلط الكل. بعدين اوريدي انتي مسويه فيه غلط قبل، حرضتي عليه الناس في بلاص وقعدتي تبكي وتعملي فيها الدراما انت وأميمة عشان تقلبي عليه الناس، وبسبب فارس يا ندى قلبوا عليك كل الجماهير، فانزو واللي مش فانزو، بسبب الحلقة اللي عملتيها مع هذيك الأميمة المدلولة اللي ميتة على خرا نيكولا. وبدل ما يأنبك ضميرك وتعرفي انه قبل انت غلطتي في حقه، ولما تشوفيه اليوم واحد جاي يسبه ويضربه في شرفه، على الأقل تصححي الغلط وانت تنحازي له، مش حتى تنحازي، تكوني مع الحق وتصححي غلط الماضي. لا تزيدي الطين بله وتحاولي تبيني للجمهور، لا انت وأميمة، انه احنا بنات بلده وما احترمنا وما سلم علينا وشنو هذا، وبالحق وكهوى يا اخي شوفوا زكية على فكرة، ترى مش بس ترى زكية او اظن لارا السورية، ترى ممكن في حدا فيهم ما سلم عليه. هاد الخرية برزطتني كل شيء، تبعت لي جولة، ممكن ما سلم، بس قدروا موقفه، اتفهموه، عارفوا انه الولد الحين لسه داخل قايل بسم الله وتستفز، يعني ما راح يركز او يسلم او يعمل الواجب او يستنى يجلس خلاص. بالعكس هذاك الموقف انتو كبنات بلده مفروض باعلى صوتكم
شو هذا؟ احترم الولد، لسه داخل انت قاعد تغلط عليه. لسه قبل 3 حلقات قاعدة تصيح وتبكي، وشرفي شرفي، مع انه ما تكسب ضرة شرف، مع انه ما بدي اقول كلام عيب. يعني لسه قبل يومين قاعدة تصيح تمثل دور الشرف، لا انت لو ولا المومياء اللي معاك. الحين قاعد تنعت رجل بفارسة على اساس حرمة. لسه من شوية قاعدين تتفلسفوا على زكية وعلى لارا السورية، وتقولوا لها ليش تقولي الحسين كذا وكذا. لا، والمقهورين من فارس مثل سامي واللي بيتشددوا لسامي في اللايفات شو قاعدين يقولوا؟ والله اندل اول ما دخل طلع. لا برافو عليه. تعرفوا فارس بعد هذا الشيء كامل لو ما كان صفع نيكولا ولو كان سمع نصائح التانيين وضل قاعد ممكن يطيح من عيني. ما في ولا حل الا الصفعه اللي عطاها له. يا الله، عطاه صفعه خده اعوج، اسنانه دخلت في بعض، راح يعمل التلج ويتخبى وسط الطاقم. خافوا لا يدعس ودعس، خافوا لا يكمل عليه ويدعس ودعس. والله العظيم خاف منه اشبه الرجال. انت فالح بس تعمل لي زي المومس هذيك اللي تبيع الهوا، تتحرك لي كلك انوثه ودلع. وانت يا فارسه وين دراعك يا ابني؟ لنفرض فارس غلط فيك وضرب في شرفك، انت لو عندك ضرة رجولة مع انه فعلا ما عندك ما راح تسبه. انت اللي مفروض تتهجم، انت اللي مفروض تضربه مش هو يضربك. لانه الرجل لما ينضرب في شرفه بياخد حقه بدراعه. الحرمة بس اللي بنعطيها الكلام والسب عن بعد، بس الحريم. بس انت اكدت انك ابو تنورة، حتى بالامارة اللي حاطة تينيسات، حاطة بالونات في صدرها، المومياء المختلة عقليا اللي منبودة، ولا عمري شفت واحد معجب فيها جاي تشدد لك انت ابو تنورة، انت ابو تنورة. اما لؤي قاعد يتفلسف. لا ليش خلاص يعني لؤي وحسين ما عندكم ضرة رجولة، لانك يا لؤي انت ما عندك كرامة. بنات شرشحوك وضربوك في شرفك، تفوا عليك وقالوا لك انت مرة كلك هرمونات، وتعدى عليك مراد زي الكلب وطيت راسك وخضعت لهم، وفي التصويت صويت لصالحهم لانك مش رجال. ما حتحس بشعور فارس والموقف اللي تحط فيه. وكمان حسين، البنات بهدلوك وضربوا في شرفك وغسلوك غسيل وتفوا عليك نفس الشيء. سكت وحطيت قزمة في بقك لانك منك رجل ما بتحس باحساس الرجولة. دي زكية ارجل منكم. زكية لو تعمل في اقل من هيك كانت قومت الدنيا وقعدتها، بس لانكم مش رجاله اصلا، انتم منكم رجال، ما راح تحسوا باحساس الرجل في هذاك الموقف. واي انسان كان ضد تصرف فارس او نعت فارس انه طلع وها دخل وطلع، والله العظيم انكم ما تمتلكون ذره رجوله. تصرف فارس هو الصحيح، برافو. تصرف فؤاد لما ضرب حسين عشان يدافع على فارس، والله برافو، والله انك كفو. طز في الفيلا وطز في البرنامج وفي قوانين البرنامج، صورتكم اللي حتضل الى الابد. مش الفيلا ما راح تسكنوا فيها حياتكم كلها، ما راح يكتبوها باسمكم. في الاول والاخير حتضل هاد اللقطات وحيضل التاريخ، ما عمرنا حنسى هالمشهد ولا هاللقطة. كمان برافو لأيمن، اول ما شاف لؤي بلش يتفلسف نط عليه ومسكه مسك. يعني الصراحة ثلاثتهم أيمن وفؤاد وفارس برافو، عجبوني. وزكية ولارا قسما بالله هالخمسة قاموا بدور كلهم رجولة، لأن الرجولة ترى مواقف تصرفات، مش بالضرورة يكون عندك جهاز تناسلي ذكري عشان تكون رجل. لؤي أو حسين أو نيكولا جهاز تناسلي ذكر ما إله فايدة، بس الشخصية والأخلاق ما فيها ذرة رجولة، ما في عندكم ذرة رجولة. يا لؤي إذا أنت ما عندك كرامة ومنك رجال وأراجوز ومنافق ولعاب وطالع زي المجنون، ليش قاعد تلوم فارس وتقول له هدي ما هدي؟ والله يكسر نيكولا واللي يتشدد له بعد ويطلع وراسه مرفوع، وطلع وراسه مرفوع وطلع منه لنفسه، هو منه لنفسه طلع. بالعكس ترجوه يرجع، هو ما بده، هو طلع. والحلقة تبع بكرة ترى عطوهم اوف يومين عبال ما يهدوا وينسوا اللي صار.
برنامج خلص. الحين احنا في الحلقة 51. مين معبر نيكولا ولا دعاء؟ حتى لؤي او حسين شوية نفرات اللي كانوا يطبلوا لهم وانا منهم، اللي كنت شوية معجبة فيهم، كرهتهم، طاحوا من عيني، عفتهم. اذا الكل عم يسمع بوضوح فارسة فارسة فارسة، بدل ما كلكم تتلموا على الانسان اللي هو السباق للغلط، يا الحقير يا لؤي، لانه ابن بلدك وكان صاحبك، كان يعني اوريدي في علاقة قبل، تسحب عليه وبدل ما تفزع له نفس ما عمل فؤاد، لا انت تيجي ضده. يعني واحد يضربه في شرفه وينعته بفارسة انت تيجي ضده؟ فين هذاك ولا بسمع البنات عم تسترجل، بسمع زكية تحب تبين فيها شبرون ضربك ما نضربك. يا اخي انت حدث بسيط ضل تصيح لي الكله، اخبارك عندي، ضل تبكي على سبب بسيط. انت منصة قالت فيك جوج كلمات، رامي شاهد فيك، ما نمت الليل للكل وانت تصيح انه منصة قالت عليك جوج كلمات. واحد يقول عليه فارسة ولسه داخل، لسه داخل، في ناس ما بيعرفهم، في ناس بيعرفهم، لسه داخل، لقى الخير في ولاد اخرين وما لقى الخير في ولد بلاده. الحمد لله انه التونسي الوحيد اللي وقف مع فارس هو فؤاد، التونسي الوحيد، وانقذ صورته وانقذ جماهيريته في البرنامج. اما ندى او اميمه اللي صار اليوم صدموني مع لؤي، صدموني. يا اخي ابن بلدكم لسه داخل وتعرض لها الاهانه ودوروه، بدل ما تفزعوا له لا بتزيدوا تمثلوا قدام الكاميرا عشان تغرقوه، عشان تبينوه ما يسوى. وانتم بتسمعوا ام اذانكم انه بيقولوا عليه فارسه ما فارسه وكذا. لا لا، يعني هذاك التمثيل اشبعوا فيه، روحوا تبخروا به، هذاك التمثيل روحوا تبخروا به. بس برافو برافو برافو. انا لما سمعت الصفعه خساره كنت بدي اشوفها صوت الصوره، بس الصوت كان كتير واضح وكان كتير مرتفع، باط ده حتى عنده خده كتير رطب. يعني شكرا فلاور، يعني سمعت التمرميقه عيني عينك، والله العظيم هذيك التمرميقه بردت ناري. شكرا ادم، بردت ناري، لان انا كنت خايفه انه ما يشفى غليلي وانا بتفرج، ممكن اروح فيها. بس الحمد لله لما شفت الصفعه ولما شفته كيف، يعني حتى عجبني لما ضرف لؤي قمعه، وعجبني فؤاد قال له يا تسكت يا كذا. ده حتى زكيه اللي بنت وكان عندها مشاكل مع فارس، وكانوا في اللايفات عندهم مشاكل، ما حقدت عليه وفزعت له وبتقول له اسكت، مش صح تقول هالكلام ومش لازم تتصرف هيك. شو قاعد بده يستقوى على زكيه المدلول اللي ما عنده ضرة رجولة، اللي بهدلوا مراد وبهدلته لله لارا اللبنانية وبهدلوه كلهم. بدل ما تعمل نفسك كرامة لا بتنتقم من صفاء اللي ما عملت لك شيء. أول ما دخلت صفاء بيغلط عليها، يغلط عليها، بده يطلع ويبين واعر على ظهر البنات. لما الشرشوحات التانيين سبوه ولعنوا خير وضربوه في رجولته، تفوا عليه لأنك تستحق التف فعلا. شو سويت؟ صوتت لهم عشان تتملق لهم، ووقف زي الأراجوز واحنا توا واحنا مع بعض. والله عندهم الحق البنات. الكلام اللي قالوه في حسين على فكرة ينطبق كمان على لؤي، أراجوز وتافه، والكل ينعتك بالفيلا انك أراجوز ويعيروك بها فعلا. ما بتطلع بهيبة انك رجال وعندك شموخ وعندك هيك كاريزما، بتطلع دلدول. شو والله العظيم انا كنت اتمنى فارس يضل عشان بس نشوف مواصفات الرجولة اكتر، بس لطالما تعرض لهذا الموقف طز للفيلا وطز في البرنامج وطز في كل شيء. والله العظيم سواها صح. يعني تخيلوا مثلا يوقع مشكل تاني وما يقدر يتحمل خلاص وقاحة وحقارة الوسخين الموجودين ويطلع، مش حتكون اوكي. مش زعما يعني احسن شيء انه عاطاه كف. يلا يا ابو تنورة، ليش ما طلعتش معاه رجل لرجل؟ والله لو كانت عندك ذرة رجولة يا ابو تنورة والله كنت عفست على رؤوس الشباب اللي موجودين ونطيت على فارس ووريتنا حنة يديك. بس طلعت ولا شيء، طلعت فشوش، ما في ايدك شيء. الحين اللي حب يطلع ويبرد ناره يتفضل، اللي بده يطلع يقول لي طلعيني، عشان في ناس كتير عامله طلبات وانا ما بعرف اذا بالغلط او بدهم يطلعوا. انا اذا تذكرت شي راح ارجع. شفتوا عمل الثلج لخده، ده خده عند فيه حفره، راحوا عملوا له فيلر
لانه يعني لما اعطى هذاك الصفعه خلاله حفره في